يدوب الأنفاس واصلة لما الضي يهرب من الحيطان والليل يفرض هيبته. السكوت مش دايما أمان، أحيانا بيبقى دعوة. أنا محمد طارق وجنبي محمود نجدي في حكايات نص الليل. احنا بنفتح الأبواب اللي الكل بيخاف يلمسها. اتأكد الأول إنك قافل الشبابيك كويس، وتأكد إن النور اللي برا الأوضة مش طافي كليا، علشان الحكاية اللي هنحكيها النهاردة مش مجرد قصة سمعناها أو نقلناها. الحكاية دي اتسجلت بالصوت في شريط كاسيت قديم اتلقى في شقة مهجورة من سنة 1998. مساء الخير أو صباح الخير على حسب الوقت اللي قررت فيه تسمعنا في حكايات نص الليل. أنا محمود نجدي ومعايا محمد طارق، والنهاردة بنفتح ملف الشقة 404. الملف ده تحديدا اتقفل رسميا في النيابة تحت مسمى اختفاء غير مبرر، بس لما تسمع الشريط هتعرف إن الكلمة دي كانت مجرد هروب من الحقيقة. قصتنا بتبدأ مع ماجد، حارس عقار قديم في منطقة العباسية. العمارة كانت مبنية من التلاتينات، طابقها عالية والأسانسير بتاعها من الشبكة الحديد القديمة اللي بتعمل صوت صرير بيسمع العمارة كلها. الدور الرابع في العمارة دي كان فيه بس شقتين، الشقة 401 والشقة 404. الشقة 404 كانت مقفولة بالجنزير من أكتر من 20 سنة بعد ما صاحبها توفى فجأة جوه الأوضة المقفولة. مفيش أي حد دخلها ومفيش أي حارس كان بيقرب منها لحد ما جه حسام. حسام كان مهندس شاب بيدور على مكان في وسط البلد يرسم فيه ويشتغل لوحده من غير دوشة، ولما عرف إن الشقة بتتأجر بتراب الفلوس بسبب الإشاعات اللي عليها ضحك وقال: أنا ما بأمنش بالقرف ده مجرد كراكيب وتراب. أول يوم حسام دخل فيه الشقة الساعة كانت 10 بالليل. الريحة جوه كانت غريبة، مش ريحة تراب عادي، دي ريحة زي ريحة كبريت محروق على قماش مبلول. الصالة كانت فاضية تماما ما عدا كرسي هزاز قديم محطوط في نص الصالة موجه للباب. حسام طنش ونضف أوضة واحدة وحط فيها مكتبه والأكتوبة ومسجل كاسيت قديم كان بيحب يستخدمه علشان يسجل ملاحظاته الصوتية وهو بيرسم. وفي أول ليلة وتحديدا الساعة 2:15 الفجر سمع أول صوت. الصوت ما كانش خبط قوي، كان تك تك تك، زي ما تكون صوابع رفيعة جدا بتخبط على ازاز الشباك من بره. حسام أمن على المكتب، الشباك كان في الدور الرابع ومفيش بلكونة ولا شجرة قريبة. لما قرب ورفع الستارة ملقاش حاجة بره غير الضلمة. بس لما رجع للمكتب لقى التسجيل اللي كان سابه شغال عشان الملاحظات. الشريط بيسجل. حسام شغل الشريط عشان يسمع هو سجل ايه بالغلط. في الشريط كان في صوت أنفاسه هو الطبيعية، وجنبها صوت حد بيتنفس برئة مليانة مية، صوت خرير مية مكتومة، وصوت همس خفيف جدا بيكرر جملة واحدة: انت قعدت على الكرسي بتاعي. حسام بدأ يعرق، افتكر ان في حد استغفل ودخل الشقة. مسك كشاف الموبايل وخرج للصالة. الصالة كانت ضلمة كحل، الكشاف نوره كان بيقطع، وأول ما وجه النور ناحية نص الصالة الكرسي الهزاز ما كانش فاضي. الكرسي كان بيتهز ببطء شديد، كريك كريك كريك، وكان قاعد عليه جسم ضخم أطرافه طويلة لدرجة إن ركبه كانت واصلة لفوق كتفه.
الكيان ده كان ظهره لحسام وراسه المقلوبة محطوطة على المسند وبتبص لورا، بتبص لحسام مباشرة. عينين الكائن ده ما كانتش بيضة ولا سودة، كانت عبارة عن حفرتين فاضيين نازل منهم سائل اسود بيبقع على الأرض. حسام اتسمر في مكانه، رجله ما كانتش قادرة تتحرك ولا خطوة لورا، وفجأة الكرسي اتوقف عن الهز. الكيان بدأ ينزل من على الكرسي، مش بيقوم بوقفة طبيعية، لأ، كان بيزحف على أطرافه الأربعة زي العنكبوت، ووشه المقلوب لسه بيبص على حسام مباشرة، وفي كل حركة كان بيتحركها كان صوت عظمه بيطرقع في الضلمة. حسام صرخ بأعلى صوته وجري ناحية باب الشقة، مسك المقبض وجره بكل قوته، بس الباب كأنه كان اتلجم في الحيطة، اتلفت برعشة. الكيان ده ما كانش بيجري وراه، الكيان ده كان واقف ورا الباب بالظبط، قاسم جسمه نصين، وإيديه طويلة ماسكة كتف حسام من الناحيتين. حسام حس ببرودة مش طبيعية بتسري في جسمه، برودة تجمد الدم في العروق، وفي اللحظة دي سمع الصوت في ودنه. الصوت ما كانش طالع من بق الكيان، الصوت كان بيطلع من جوه دماغ حسام نفسه. أنا مش عايش جوه الشقة دي يا حسام، أنا عايش جوه النور اللي انت طفيته. وفي اليوم اللي بعده حارس العقار طالع ينظف السلم، لقى باب الشقة 404 مفتوح على البحري. دخل ينادي على حسام، ملقاش حد، اللابتوب على الأرض مكسور نصين، الكشاف قايد في نص الصالة، والتسجيل القديم لسه شغال وبيعيد. الشرطة لما جت وحرزت الشريط سمعوا آخر 10 ثواني فيه. التسجيل ما كانش فيه صوت حسام وهو بيصرخ، التسجيل كان فيه صوت حسام وهو بيضحك بجمود، صوت ضحكة مش بتاعته، وبعدها صوت خطوات بتبعد، وصوت باب الكراكيب بيتقفل بالجنزير من جوه. حسام لحد النهاردة ما ظهرش، وملفه اتسجل ضد مجهول، بس الحارس بيحكي إن الساكن الجديد اللي ساكن في الدور التالت في نفس العمارة بيشتكي دايما إن كل يوم الساعة 2:15 بيسمع صوت كعب خفيف بيمشي على السقف فوقيه، وبيسمع صوت تسجيل كاسيت بيشتغل وينادي على اسمه. ودي كانت قصتنا النهاردة في حكاية نص الليل. اتأكدوا ان الأبواب مقفولة كويس، ولو سمعتوا أي خبط خفيف على أزاز الشباك في الدور العالي اوعوا ترفعوا الستارة، وافتكروا دايما الضلمة مش فاضية، الضلمة مستنية بس انك تطفي النور علشان تدخل. نشوفكم الحلقة الجاية، لو محدش خبط على بابكم النهاردة تصبحوا على خير.